واخيرا الفيديو المنتظر، ازاي تتوضى زي النبي. صلي على النبي، وصل الكلام ده لغيرك وركز في كل كلمه بقولها. لو انت لابس نظاره لابس ساعه، اقلق على كله عشان تعرف تتوضى صح. وقبل ما تبدا تقول بسم الله، افتح الميه على قدك، ما تزودهاش عشان ما تبقاش من المسرفين. هتغسل الكفين لحد الراسبين، الحته دي. بص كده 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 3 مرات. بعد كده الاستنشاق والمضمضه بكف واحد زي ما هتشوف. اتمضمضت واستنشقت الاثنين بكف واحد، هي دي سنه النبي. لكن لو انت عملت دي لوحدها ودي لوحدها فجائز كما قال اهل العلم. بعد كده نغسل الوجه. ركز، غسل الوجه بيكون من منبت الشعر المعتاد الحته دي لحد اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمنى لليسرى. وخلي بالك من الحته دي، اوعى تفوتك. بعد كده لو انت عندك لحيه زي هتعمل كده. بص بس كده خلصنا الوجه. نخش بقى على الايد. خلي بالك لما تيجي تعمل الايد ما تقولش انا هبدا من هنا عشان من اول وضوء انا غسلت من الحته دي، لا، تبدا برضو من اطراف الاصابع زي ما عملت في الاول، ان انت خللت بين اصابعك بالميه، ودي سنه النبي. فهنعمل نفس الكلام دلوقتي. ركز كده وبص كده، وتخش بايد. بص بص بص، تنزل تحت من اطراف الاصابع، تمشي بالميه لحد ورا، تنزل تحت. ما ينفعش واحد يكون لابس بكم ومشمر لحد هنا، لازم ترفع الكم لحد فوق، او تلبس نص كم زي ما انا لابس، وتبدا تدخل ميه لحد الجزء ده. ده كله لازم يخش في الوضوء، يبقى لحد هنا. ايد الشمال نفس الكلام برضو، تخلي الاصابع تمشي 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 بالميه لحد ورا اهي، لحد دي، وتنزل تروح وترجع من تحت عشان الميه تيجي فوق وتيجي تحت، مفيش حته تفوتك. بعد كده هنمسح الراس زي ما انتوا هتشوفوا، واسمها مسح الراس وليس غسل الراس. المسح بيكون مره واحده ولا اتنين ولا تلاته. هتبيل ايدك ميه كده، تقوم ناطرها كده اهو، وتقوم من اول منبت الشعر المعتاد، حتى لو كنت اقرع عادي يعني جدا او اصلع، يبقى من اول هنا لحد القفا. تبدا تعمل ازاي كده وترجع تاني مره واحده بس. تمام كده، يبقى هي مره واحده ولا اتنين ولا تلاته. ركز. وبنفس المسحه دي هتعمل ودنك كده اهو، ايدك لسه فيها بلل، ما فيهاش بلل نبل تاني. نعمل كده ونمسح ازاي كده اهو، بص، وبالابهام من ورا، يبقى السبابه من جوه كده، شايفني اهو، ومن الابهام من ورا، يمين وشمال، مره واحده مش اتنين ولا تلاته، برضو زي الشعر. بعد كده فاضل اخر حاجه ايه؟ الرجل، القدم. ركز معايا. طبعا مش هطلع رجلي على الحوض عشان ما ينفعش رجلي تبقى في وشكم، وانما تحت كده هتقعد على القعده وتبدا تفتح الدش. وحتى لو انت واحده ست كبيره برضو مش قادره تستحمل وتقف على رجليها، ممكن تجلس على القعده وتفتح الدش وتغسل رجليها بكل سهوله. ركز بقى معايا. تبدا تخلل بين اصابعك كده كده كده، تنزل كده كده كده، الميه تيجي عند دي. شايف كعب الرجل اسمه الكعبين، النتوئين دول اسمهم الكعبين. الميه تيجي تغطيها، يبقى واحد اتنين تلاته. تمام، خلي بالك من كل حته، والميه توصل لحد هنا. دول يخشوا النتوئين الظاهرين دول اللي هم الكعبين، يخشوا مع الوضوء، وتخلي الاصابع كويس. رجل اليمين والشمال زي بعض. الوضوء لحد كده خلص، بس في كلام لازم ولا بد انك تسمعه. يلا بينا نطلع بره الحمام ونقعد القعده بتاعتنا الحلوه ونتكلم مع بعض. رجعت لكم تاني في قعدتنا الحلوه اللي متعودين نقعدها. طبعا هتلاقي شعر مبلول وجسم مبلول عادي جدا، ممكن تنشف وممكن ما تنشفش. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مناديل عشان ينشف فيها فتركها. فده صح وده صح، مش ان تركها انك انت ما تنشفش، لا، وانت في عز البرد هتعمل ايه؟ فانت لازم تنشف لان في قشف بقى. وبعد الوضوء اللي احنا توضيناه من شويه زي النبي عليه الصلاه والسلام، هتقول دعاء كان النبي يقوله. تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. النبي قال لنا اللي يقول الدعاء دوت بعد كل وضوء تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، يختار من اي باب هو عاوز يخش يوم القيامه. وهكتب لك تحت في التعليقات لو انت مش حافظه. عندنا بعد كده في حاجه اسمها الموالاه والترتيب. يعني ايه الترتيب؟ يعني لازم الترتيب بتاع الوضوء اللي قلنا من شويه، في الوضوء اللي انت شفتني عليه تعمل بنفس الترتيب. تغسل ايدك وتتمضمض وتستنشق، وبعدين وجهك، وبعدين ايدك لحد المرفقين، وبعد كده راسك، وبعد كده ودنك، وبعد كده رجلك. لازم بنفس الترتيب، ما ينفعش تدخل ده اسمه الترتيب. في حاجه بقى اسمها الموالاه. ايه الموالاه ديت؟ يعني المتابعه. يعني ايه متابعه؟ يعني تغسل ده ورا ده ورا ده ورا ده بسرعه ورا بعض. فما ينفعش تغسل ايدك وتروح تشرب كوبايه شاي، او تغسل وشك وتروح ترد على التليفون او مش عارف ايه، لانك انت هتضيع وقت كبير. في الوقت ده هيكون العضو ده نشف، فاحنا مش عاوزين العضو ده ينشف لما تيجي تغسل العضو اللي بعده. ده اسمه الموالاه. اللهم ناولني كتابي بيمين، وبيغسل ايده اليمين. اللهم لا تناولني كتابي بشمال. يجي يغسل وشه يقول لك اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا ابني النبي ما قالش كده يا ابني صلى الله عليه وسلم. بلاش نفتكس دين جديد وادعيه جديده النبي ما قالهاش. برضو من الغلط اللي الناس بتعمله، تلاقي بعض الناس بتمسح
رقبتها كده وهو بيتوضى، يقعد يمسح رقبته كانها من الوضوء، في كل وضوء بيعمل كده. لا، لكن لو دعت الحاجه انك انت تعمل كده، كأن مثلا في حاجه مش نظيفه هنا وانت بتتوضى، عادي ممكن تمسحها بايدك كده وتنزلها بالميه، مفيش مشكله. لكن كل وضوء تعمل كده وكأن الحركه ديت من الوضوء، فهذا من البدع. لو انت من الناس اللي بيستنشقوا ودخول الميه بيتعبهم في مناخيرهم عشان عندك تعب او في اي حاجه، فمش لازم تشد الميه جامد، لا، ممكن عادي شويه ميه كده تخبطهم وخلاص. اما عن موضوع مسح الراس بالنسبه للمراه، فهي زيها زي الراجل، الافضل انها تعمل كده، تروح وترجع تاني. طب ما عملتش كده، عادي جدا ممكن تمسح كده، تمسح على جزء من الراس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للتبعيض كما قال اهل العلم، اي بعض الراس. اخر حاجه ودي اهم حاجه وبالذات للناس الموسوسين، عندنا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تتوضى ممكن تتوضى في الاعضاء دي كلها تغسلها مره واحده، يعني الايد مره والمضمضه مره والوش مره، وممكن تتوضى مرتين، يعني تغسل العضو مره ماشي، مرتين ماشي، ثلاثه ماشي، والثلاثه افضل لان هذه السنه. طب لو زودت عن ثلاثه فده غلط وما ينفعش، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك، بعد ما توضى بالطريقه اللي شفناها دي وقال فمن زاد على ذلك فقد تعدى واساء وظلم، فدي كارثه. لو انت من الناس الموسوسين يقول لك الشيطان انت ما غسلتش، انت ما عملتش، لا انا غسلت، هي كفايه مره حتى، مش لازم مرتين وثلاثه بس، لكن تعمل اربعه وخمسه وسته، واللي بيتوضى نص ساعه وربع ساعه، ليه يا حبيبي؟ احنا اتوضينا في دقيقتين اتنين، ولما كنتش انا شرحت كنت هتوضى في دقيقه. لو في اي سؤال خطر في بالك انا ما قلتوش اكتبوا لي تحت في التعليقات ان شاء الله وهرد عليك. بالله عليك بقى دلوقتي انا عاوزك تنشر الفيديو ده على قد ما تقدر عشان كل الناس تعرف تتوضى ازاي صح. الدل على الخير كفاعله، واول تعليق تحت الفيديو برنامج مهم جدا لكل مسلم، خش وهيفيدك ان شاء الله. يا ابني يا حبيبي انت لسه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم.